السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. قبل ما ابدأ في الفيديو بتاع النهارده، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا من الزرار الاحمر بتاع الاشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو واعملوا لايك. تمام. جايبه لكم بقى فيديو النهارده وصفه جميله جدا لانك انت تحمري شفايفك وخدودك طبيعي خالص من غير اي ميك اب، وكمان صحيه جدا، يعني عشان بدل الميك اب كده اصلا غلط على البشره وعلى الشفايف، فانت هتبقي منظرك اصلا طبيعي خالص وجميله جدا من غير اي ميك اب، وهتقعد معاكي فتره طويله خالص. المكونات بتاعتنا: لون طعام ده بيجاب من عند العطار. ما بيديكيش كميه كبيره، هي اصلا بتبقى كميه صغنطوطه خالص، ان هو مجرد شويه صغنطوطين جدا منه بيعملوا لون كتير خالص. والجليسرين، الجليسرين ده جايباه من الصيدليه. تمام. وميه ورد. ميه ورد بقى ممكن بتجيبيها من سوبر ماركت او حاجه كده. تمام. اي نوع ميه ورد بتاع اكل، على فكره مش شرط النوع دوت. وهبتدي دلوقتي اعمل معاكم الوصفه. هستعمل 3 معالق كبار من ميه الورد اهو. بسم الله. ثلاث معالق كبار. تمام. وبعدين هستعمل 3 قطرات، 3 نقط من الجليسرين. انا طبعا مش عندي اللي هي القطاره اللي انا ممكن انقط بيها، فانا هعمل كده ايه بالاحساس كده يعني مثلا نقوله كده، هو بيبقى تقيل على فكره. ممكن دول كده يبقوا 3 ايه قطرات، بس هو بيبقى سميك كده. تمام. وبعدين هحط من لون الطعام اهوت. لون الطعام ممكن تجيبيه بقى احمر او وردي او اي حاجه دوت بقى. بصي بتحطي كميه قد ايه، صغنطوطه جدا، لان هي بتفرش في البتاع. عملت شكل قلب عملت شكل قلب. تمام. انا ما عنديش معالق كبيره بلاستيك يا جماعه، علشان كده لا، الوصفه دي انا استعملت المعلقه الكبيره عشان كده. بصوا بقت عامله ازاي، بقت دم ودي ما فيش اي ضرر ان انا استعمل المعلق الحديد فيها، يعني لان ما فيهاش اي مواد تتفاعل معايا. دي بقى تخلي بالك جدا اصلا وانتي بتستعمليها. دي بتتحط في ايه؟ بتتحط في قطره فاضيه. العلبه بتاعت القطره ديت تحطيها فيها وتستعمليها عادي على شفايفك. تمام. بس انا مش عندي، هستعمل اي علبه فاضيه. ودلوقتي اهو بعد ما فضيتها في العلبة دي، علبة مثلا اي علبة كريم عندك فضت، غسلتها كويس. انا دايما بحتفظ اصلا بالعلب دي لاني بستعملها في حاجات تانية، فانا لقيت دي بقى عندي فاستعملتها فيها وحطيتها فيها. دي مينفعش تحطي بايدك، علشان على فكرة بتثبت في الايد، ما بتتشالش الا بالصعوبة بقى، وغير بعد ايه. فدي تستعملي بالقطنة اللي هي بتاعت الودن عادي، وتحطيها على شفايفك عادي خالص اهو، وتحتفظي بيها. وتخلي بالك نبقى حريصين جدا واحنا بنستعملها. دلوقتي بقى للخدود، باي بقى كريم مرطب عندك، اي كريم مرطب على فكرة عادي خالص. انا عندي دوت اهوت. تمام. هنحط فيه ايه بقى عشان ديت للخدود؟ هنحط فيه انا عاملاها للشفايف اهم. انا عامله شويه دول على جنب، هنحط فيهم شويه وابتدي ان انا اقلبهم اهو. حطيت، ابتدي ان اقلبهم، وعلى فكره لو احتجتي تاني ممكن تزودي. تمام. جميلة جدا، بتقعد معاك اليوم كامل، يعني انت حطيها بقى وانسي بقى خلاص كده. هتفضلي شكلك جميل طول اليوم ومش هتتقشر ومش ضارة عليكي. اهو بصي بقت لونها اصلا بينك، الروز اهي جميلة. افضل اقلب كده لحد بقى كلهم يندمجوا كده مع بعض، والكريم ميبقاش فيه اي قطع ولا تكتلات. سهلة خالص، بسيطة جدا، موجودة في البيت. وحتى لو في حاجة منها مش موجودة في البيت، فسهلة ان انت تلاقيها.
وبكده اهو اكون خلصت دي. بقت لونها اصلا حلو. انا مش عارفه الكاميرا مبيناها كويس ولا لا اهو. نبقى خلي بالنا جدا احنا بنستعمل اي حاجه من دول. تستعملي بقى جوانتي كده تمام. وكمان دي كمان خلصت معانا. سهلين جدا وبساط خالص والنتيجه هايله وعن تجربه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتبقى وصفة سهلة وبسيطة ومكونات كلها في البيت. ما تنسونيش بقى في الدعاء المرة التانية يا جماعة. وربنا معكم جميعا ويا رب تكونوا مبسوطين كلكم من فيديوهاتي. بحبكم كتير. باي.